حضور الفن المصري القديم في أعمال حضرتك، هل سببه إن حضرتك مصري نشأت في مصر، ولا سببه إنه الفن ده أصلا عظيم ومؤثر؟ الاثنين اكيد، لانه انا مصري ولانه ده الفن عظيم. الفن المصري القديم كل عصر الاسرات، من اول اسره لاخر اسره، طبعا عظمه. الفن المصري القديم طاغي ومؤثر جدا في العالم كله. النحت تحديدا، النحت المصري القديم فيه من التقنيات ومن الجماليات بالنسبة للجسم البشري والملوك والملكات المصريين. النحت شيء يعجز عنه أي إنسان حتى في عصر النهضة. يمكن أعظم نحات في العالم مايكل أنجلو، وتمثال النبي موسى من كتر التفاصيل في التشريح والقماش والتعبير وكذا، شيء بديع جدا، يعني حاجة مهولة مايكل أنجلو. إنما المصري القديم فيه كل اللي عمله مايكل أنجلو بس بصمت وبدون تفاصيل، في كل شيء. يعني تمثال رمسيس اللي احنا كلنا متربيين شايفينه، وتماثيل كتير موجودة في الكرنك وفي معبد الأقصر. النحت المصري القديم، التصوير، الرسوم اللي موجودة على البرديات والحفر اللي موجود على مقدمة معبد الكرنك، يعني انت شايف ريليف، يعني 3 فدادين في البوابة، حاجة مهولة. يعني طبعا شيء بديع جدا جدا ومشرف، ويزود انتماء المصري للبلد. كيمياء اللون وطبقات الجليز اللي بتبقى تخش في التركيب بتاع اللون، وفوق اللون بعد ما ينشف. الالوان بتاعت مصر القديم ما حصلهاش اي تغير من آلاف السنين، شيء معجز كيميائيا. ده غير طبعا التحنيط وعلم الطب والتشريح والإنشاء والفلسفة والعقيدة. المصري القديم تناول كل شيء في الحياة، حتى الصندر اللي بيلبسه الملك أو الملكة، السرير اللي بينام عليه، الكرسي اللي بيقعد عليه، العمال، الكهنة. والفن له حضور كبير فيها، حضور طاغي طاغي جدا جدا حتى الآن. لما بنسمع إن مصر علمت العالم الفن وإن هي سبقت كل الحضارات، إحنا إزاي نقدر نفهم ده من فنان محترف أو حد بقى مشتغل في الفنون؟ العالم استفاد من الحضارة المصرية القديمة في شك، إنما ما نقدرش نقولها بالشكل اللي هو فيه عنصرية، ده أنا علمت العالم، ما ينفعش. لا، أنا لازم أقول لنفسي أنا دلوقتي إيه، موقفي إيه من الحياة، موقفي إيه من العالم. يعني مش أتباهى بأجدادي وفقط، لا، لازم أنا يكون ليا دور الآن، ليا دور في الحياة ومؤثر في العالم، وليا كلمة في العالم كفنان وكمواطن وكدولة. فده شيء في غاية الأهمية.